يعني النقاش اللي عامل الديزاين مستخسر يعمل سيمتريه في توزيع الرعاه، فتلاقي لاعب اللوجو بتاع السبونسر رقم 1 في صدره والسبونسر الثاني في بطنه واللي جنبه يعني واحد في رقبته وبطنه وثالث سبونسر بقى في منطقه الحوض ولا ايه، يعني ما تفهمش. الكره المصريه بقى مش زي العادات السلبيه بس، لا دي عاده سريه، عاده سريه انتشرت اخر 13 سنه بعد ماتش الاهلي والمصري تحديدا، بيمارسها علينا 22 لاعب وكوره وشويه اداريين. هتقول لي ليه عاده سريه؟ اقول لك يا عزيزي يعني انت المفروض يعني تكون لقطت الافيه، ما انت قصادك لعيبه وملعب فاضي ومحدش بيتفرج عليهم غير رجال الامن البواسل، فيعني عاده سريه بتتمارس كل اسبوع مرتين، ده يعني لو الحاج عامر حسين ما اجلش ماتش ولا حاجه. عاده سريه يعني استغفر الله كده، يعني مش لاقي عليها ان المعلق لما يجي يبتدي الماتش يقول بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الكرام، لا يا باشا، يعني انت تاه منك فين؟ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. فانت في الكوره شايف ان في لعيبه وفي كوره، بس لا اللي بتتلعب دي كوره ولا اللي انت شايفهم دول لعيبه ولا عندهم ريحه الاصاله. بتشوف لعيب اسمه احمد رمضان بيكهام، بس لا هو شبه بيكهام ولا حتى بيلعب فاول زي بيكهام، ولا تعرف ايه الاماره اللي خلت واحد قال له بقول لك ايه انت جاي معاك شبه بيكهام النهارده، ده حتى ده بيلعب باك وبيكهام كان بيلعب وينج او يعني خط نص. بتشوف لعيب اسمه عبد الرحمن اجويرو، بس لا هو هداف تاريخي للدوري المصري ولا حتى هداف تاريخي للفريق اللي بيلعب فيه اللي انا اصلا مش عارفه زي ما اجويرو يعني كان كده في الدوري الانجليزي، ولا هو حتى في شبه من اجويرو كشكل، بس عشان يعني يشرعن لك التشبيه ده قام مديها واحده صبغه عشان يظبط لك الحوار. بتشوف لعيب اسمه احمد عادل ميسي، لكن ولا شبه ميسي لا في اللعب ولا في الستايل ولا حتى في الشكل، حتى لا بيلعب وينج شمال عكس ميسي اللي بيلعب وينج يمين. وكمان عندك مصطفى سعد ميسي، والله ما قادر يا اخي، والله العظيم يا جماعه ما قادر يا ابني، ده انت حتى شعرك اكرت مش زي شعر ميسي اللي كان ناعم، انت شكلك شبه اي حد اسمه محمد احمد ماشي في الشارع في سوق العتبه. نفسي اعرف مين المعتوه اللي طلع عليك الاسم ده. وكمان نفسي اتخيل كده لو الاثنين ميسي دول موجودين في نفس الفريق، طب مين يا جدعان هيفوز بلقب ميسي الفريق؟ هتفهمونا طيب يا جدعان، يعني انتوا شبهتوا كل اللعيبه بالاسامي اللي بره، طب يعني ماذا لو هم لعبوا في نفس الفريق؟ يعني مين هيلبس التيشيرت عليه كلمه ميسي رونالدو مين؟ والمشكله ان اللعيبه دي لو فيها حتى شبه بسيط، يعني ممكن يبقى فيها شبه من اللعيبه دي وهم على فراش الموت. حتى نفس الكلام ده برضو في تيشيرتات اللعيبه نفسها، شكل الرعاه وشكل المحتوى اللي هو احنا مساء الخير احنا تيشيرتاتنا مغرقه سبونسرز زي تيشيرتات الدوري البرازيلي والدوري الارجنتيني، بس برضو ما هواش شبههم. حتى بص يعني النقاش اللي عامل الديزاين مستخسر يعمل سيمتريه في توزيع الرعاه، فتلاقي لاعب اللوجو بتاع السبونسر رقم 1 في صدره والسبونسر الثاني في بطنه واللي جنبه يعني واحد في رقبته وبطنه وثالث سبونسر بقى في منطقه الحوض ولا ايه، يعني ما تفهمش. وبعدين ايه فاب مصر دي؟ يعني هو البنك اللي اسمه فاب مصر ده ما لقاش اي سلوجان يسمي بيها اسمه غير فاب؟ هو انت بنك مالي ولا بنك حيوانات منويه؟ نفسي افهم. فمنطقي جدا ولايق على كوره زي بتاعتنا دي انك تلاقي كابتن رضا عبد العال ملبس فرقه نبروه في الدرجه الثانيه تيشيرت بايرن ميونخ، عادي بقى يا باشا، اديهم لعيبه كوره واديهم لابسين تيشيرتات كوره، بس اديداس عمرها ما هتروح تعمل شراكه مع نبروه يعني.